السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة وألف خير. بحبكم جدا في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين. ان شاء الله النهاردة فيديو جديد. وبصوا بقى، يعني من اكتر الاسئلة اللي انا بحبها، اللي هي ايه، الاخوات بتبعت الاسئلة علشان عاوزة تفهم العمرة وعاوزة تعمل العمرة صح كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبدئيا حط لايك للفيديو، بالله عليكم ما تنسوا اللايك علشان الفيديوهات تنتشر، لان بصراحة يعني مش عايزة اقول اسامي، ولكن يعني شفت كده حلقة او شفت كده، يعني كان بث مباشر هو لبلوجر مشهورة ومعروفة، للأسف الشديد على كمية الكلام اللي قالتها، وان هي اخطأت يعني اخطاء كتير في العمرة. وانا المفروض ان انا ده دوري بقى، وده يعني بصوا انا بتضايق جدا، وبصوا انا عمري ما بقول لا في الخاص ولا في التعليقات، واللهم لك الف حمد وشكر ان انا برد على كل الناس. فعايزين يبقى عندنا توعية، وعايزين يبقى عندنا وعي، ومحدش يغلط اي خطأ في العمرة. يعني هي بتقول ان هي راحت ومعرفتش تعمل العمرة، وبقت ماشية تايهة وماشية مش مع الجروب، وراحت وجات، يعني اخطاء كتير جدا جدا جدا، ربنا يغفر لها. ولكن اللي احنا عاوزينه ان احنا بنتعلم من اخطاء بعض، فاللي غلط من حاجة يا ريت يعرفنا هي ايه الغلط، واحنا ننوه عنه اخواتنا الباقيين علشان محدش يغلط اي غلط خالص في العمرة. فمن ضمن الاسئلة اللي جات لي، بتقول لي يا ام روضة، انا دلوقتي بطوف حول الكعبة والدنيا زحام جدا جدا جدا، فدلوقتي انا وضوئي انتقد وانا بطوف حول الكعبة. كنت في الشوط الخامس او السادس، اعمل ايه دلوقتي؟ اكمل والدنيا زحمة جدا، لو انا خرجت مش هعرف ارجع، ولا اخرج؟ هي عايزة تكمل، يعني انا شايفة من سؤالها كده ان هي كانت حابة ان هي تكمل، فهي هتعمل ايه؟ عايزة اقولك بس كده على نصيحة صغيرة قبل ما اكمل او ارد عليكي. نصيحة بس لكل اخواتي اللي طالعين العمرة: قللوا الاكل شوية، قللوا من المسبك، قللوا من اللحوم، خلي اكلك كله خفيف علشان تقدري تفضلي على وضوئك اطول فترة ممكنة. خلي اكلك الفترة اللي انت قاعدة فيها للعمرة هيلثي وصحي. ما تتريقوش، خلي اكلك خفيف، جبن، سندوتش، حاجات كده بسيطة، تمر وماء، علشان تقدري تحافظي على وضوئك. الدنيا زحام جدا فعلا، وصعب جدا ان انت توصلي للحمام اعزكم الله، او دورات المياه، او حتى الوضوء، وترجعي تقعدي في نفس المكان اللي انت كنت قاعده فيه. فعلشان تقدري تبقي ثابته كده على وضوئك، خلي بالك من اكلك وخلي بالك من مشربك، وما تشربيش البان لو انت بتتعبي منها او بتعملي غازات، لو انت عندك قولون عصبي، لو انت عندك علاج خدي العلاج بتاعك وخدي الادويه بتاعتك. ده السؤال الاولاني، وحبيت ان انا اقول النصيحه دي في اول الفيديو. بعد كده السؤال اللي بعد كده، طبعا انا مش ناسي السؤال الاولاني، بس حبيت ان انا اقوله لكم برضو في الاول. السؤال التاني معايا بتقولي اعمل ايه في الزحام الشديد والتلامس والتلاصق ما بين النساء والرجال. هي طبعا يعني ما سالتش السؤال ده غير من حيائها ومن عفتها، وان هي خايفه ان هي تشيل ذنب ان هي لو التمست او التصقت باي رجل غريب عنها طبعا، ايه، اثناء الطواف او هي بتأدي مناسك العمره. هرد طبعا على السؤال ده في اخر الفيديو، بس خلينا كده اكمل السؤال اللي هو لو انتقد وضوئك اثناء الطواف هتعملي ايه. واقرب باب برضو يدخلك للكعبة مباشرة، بحيث تكون الدنيا قريبة عليكي، وتعرفي لو وضوئك انتقد تعرفي تخرجي وتدخلي تتوضي بسهولة، او لو انت ست كبيرة او لاي ظرف من الظروف. مبدئيا كده يا ست الكل لازم تعرفي اركان العمرة هي ايه، ولو انت ما عملتيش ركن منهم هتجبري بدم. العمرة ما هي الا نية وطواف حول الكعبة 7 أشواط كاملين متكاملين. وطبعا علشان تتميهم كاملين متكاملين ليك شروط. أول شرط منهم لازم تكون لبسك لا يصف ولا يشف، ده طبعا للنساء. ولازم تكوني لابسة الشراب اللي هو الجورب، رجليكي متغطية، ولازم تكوني على طهارة، انت طاهرة، ما فيكيش أي دم، ما فيكيش أي شيء، تكوني طاهرة وتكوني على وضوء. فلازم تحققي ال3 شروط الأول قبل ما تبدأي في الطواف حول الكعبة. طفتي ال7 أشواط لازم يكونوا كاملين متكاملين. وطبعا من صحة الطواف حول الكعبة لازم تكوني على وضوء. طب أنا وضوء انتقد لسبب ما، وحبيت إن أنا أروح دورة المياه، أعمل إيه؟ أكمل؟ لا، ما تكمليش، اطلعي من الطواف أيا كان العدد بتاعك. طب إزاي أعلم العدد؟ والله كان في مسابح كده الأخوات بيعملوها، بيهدوها هناك، هتلاقي إخواتك في الله بيوزعوها عليكي. 7 عدات كده، عاملة زي حب اللي هو بتاع السبحة، 7 عدات.
امسكي كده كل ما تطوفي، بدايتك هتكون من عند الحجر الأسود، بترفعي يدك لفوق وتقولي بسم الله الله أكبر، بتبدأي كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تعملي مرة أو تطوفي مرة بتروحي منزلة واحدة كأنك بتعديها. في دي فكرة تانية، الأخوات بيبقوا لابسين، عارفين الأساتك اللي هي بتاعة الفلوس أو توكة شعر، بيبقوا عاملين منها 7 اللي هي الصغيرة دي الرفيعة، بيبقوا لابسين في إيديهم 7، خلصوا مرة بيروحوا ناقلين في الناحية التانية، كل عدة بيعدوها بينقلوا في الإيد التانية واحدة لحد لما يخلصوا ال7 عدات وينقلوها في اليد التانية. كل ما يوصلوا عند الحجر الأسود ويرفعوا إيديهم لفوق ويقولوا بسم الله الله أكبر، يروحوا ناقلين توكة من هنا لهنا أو أستك من هنا لهنا، أو يروحوا منزلين العدد اللي هو المسبحة. في أخوات تانية قالت لا أنا بيبقى معايا قلم وبعلم على إيدي كده إن أنا كده عملت أول مرة أو تاني مرة. المهم حيل كتيرة وأفكار كتير ما شاء الله تبارك الله، الأخوات بيبدعوا في الحاجات دي. فركزي كويس جدا وانت بتطوفي حول الكعبة او انت بتعدي الطواف حول الكعبة بتاعك. هعمل ايه دلوقتي؟ هتخرجي من وسط الزحام كده بالراحة من غير ما تزقي، وتروحي تتوضي وترجعي تاني تكملي العدد. طب هبدأ تاني من الاول، انا كنت في الخامس هبدأ تاني من اول واحد. علماء اجازوا وقالوا تخفيفا عن المعتمرين هيكملوا الخامس بس اللي هم سابوه. علماء تاني اجازوا قالوا لا لازم يبدأوا من اول الطواف تاني، من اول واحد، من اول العدة رقم 1. ولكن الرأي اللي بين الجمهور دلوقتي ان انت بتكملي من مكان ما سبتي العد بتاعك. لو انت سبتي العد الرقم الخامس بترجعي تعيدي بس الخامس اللي انت سبتيه فيه. اتأكدي من عدك، اتأكدي يكون طوافك سليم، اتأكدي ان انت عاملة كل حاجة صح، علشان لما ترجعي كده بالسلامة ان شاء الله تكوني مطمئنة ومرتاحة البال ان انت اديتي عمرتك صح. فالله يرضى عليكي ارجعي توضي وارجعي كملي عد تاني وخلصي الطواف بتاعك. لازم يكونوا 7 أشواط كاملين متكاملين. طيب ان شاء الله اكون قدرت افيدك في السؤال. طبعا لا يجوز ان انت تطوفي حول الكعبة بالحذاء الا اذا كنتي تسمعي كذا شيخ وتسالي كذا شيخ، مش انا اللي هفتيكي، بس المعلومات اللي عندي والفتوى اللي عندي بتقول ما ينفعش ان احنا نطوف حول الكعبة بالحذاء. لازم تكوني لابسه شراب للنساء، والرجال ما يكونوش لابسين حاجه خالص في رجليهم. ده المعلومات اللي عندي. هرجع بقى لسؤال اختي الفاضله اللي انا بتقولي ان انا خايفه من التلامس ومن من الزحام الشديد اللي هيكون في صحن المطاف او هيكون في العمره. عاوزه اقولك ان انا كنت زيك وما سالناش السؤال ده غير من حيائنا وعفتنا ان احنا مش عايزين نلمس اي حد او اي حد اجنبي عننا. ولكن اللي انا شفته بعناية هناك وما شاء الله تبارك الله، ربنا يرزق كل مشتاق. عايزه اقولك ان الدنيا هناك بتكون، شفتي اهوال يوم القيامه، كل واحد في نفسه. فانت هتكوني اساسا ماشيه، انت ملهيه اساسا في الدعاء والبكا والعياط والتضرع الى الله سبحانه وتعالى باستجابه دعائك. فبتكوني مش باصه للي جنبك ولا يمين ولا شمال. طبعا غض البصر ده موجود عندك. امتى هتغض بصرك؟ طول الوقت انت غضه بصرك، بس احيانا كده بتكوني قاعده كده بتصلي مستنيه اقامه الصلاه، فانت ايه، دي اخطاء احنا بنعملها او معظمنا بيعملها ومش واخد باله. عينيه على الرايح وعينيه على الجاي، عين بتودي اللي رايح يمين وبتودي اللي رايح شمال. لا، خلي عينك في مصحفك، خلي عينك في المسبحه اللي في ايدك، خلي عينك في ورقه الادعيه او ورقه الاذكار اللي هتكون في ايدك. غض بصرك على قد ما تقدري. اما بالنسبه للتلامس والتلاصق، انت ابعدي عن الزحام، ما تحاوليش تلمسي الحجر الاسود، لان ده يعني مش عايزه اقولك مستحيل، لان مفيش مستحيل على ربنا سبحانه وتعالى. ولكن بيبقى فيه كده مجموعه ناس الله يهديهم، هم بيبقوا معروفين كده من بلد معينه، الله يهديهم ويصلح حالهم. زي ما يكون بصي هيخشوا يعني هيخشوا، هيوصلوا له يعني هيوصلوا له. اطلبي من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يوسع لك الطريق كده ان انت تلمسي الكعبه. ده اللي اقدر اقوله لك. انما عشان توصلي وكده وتدخلي في وسط الرجال والطرحه بتاعتك تتشد منك وتتخلع، ما تعرضيش نفسك لاي حاجه من دي. جاتلك ما جاتلكيش. بصي يعني ربنا حاسس بيكي وعالم بيكي وشايفك وعالم ان انتي يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا، يعني خيرا كثيرا او خيرا منه. فخدي بالك ان ربنا ان شاء الله هيعوضك وهتلمسي الكعبه قبل ما تروحي. لو انتي دعيتي بنيه صادقه هتبص تلاقي كده الطريق اساسا فضي، سبحانك يا رب. بتبص تلاقي الدنيا وسعت ومتسهله كده ان انتي تمشي بس في نفس الطريق كده وتلمسي الكعبه، وزي ما دخلتي بسهوله تخرجي تاني بسهوله وتوسعي مكان لغيرك. ادعي كتير وانت موقنه بالاجابه. كان في اخت فاضله الله يرضى عنها يا رب اللهم امين، بتقولي قولي لنا فضل الدعاء او كلمينا عن فضل الدعاء المستجاب. ياه اقول لك ايه بس ولا ايه، ده انا لو فتحت في موضوع استجابه الدعاء مش هيكفيني
كام فيديو، يعني ما شاء الله تبارك الله. ربنا يجبر بخاطركم جبرا يتعجب له اهل السماء واهل الارض. ادعي كتير وانت موقنه ان ربنا ان شاء الله يرجعك من هناك مجبوره الخاطر. ربنا هيستجيب لدعائك، اصل احنا ملناش غيره، ملناش غير ربنا سبحانه وتعالى، هندعي له. يعني هندعي لمين؟ وابكي، ابكي وما يعني ما بكيتيش تباكي. تباكي انت بتطلبي من الملك سبحانه وتعالى، بتطلبي من ربنا، يعني ما بتطلبيش مني ولا من اي حد، احنا بشر، احنا بشر. فانت لما بتيجي تطلبي، في برضه اختي قالت لي يا مراوده ادعي بايه وانا ماشيه في السعي بين الصفا والمروه، هيبقى عندي وقت كتير. زي ما قلت لك، امسكي فرد من عيلتك، امسكي اولاد المسلمين اجمعين، هتسيبيش حد. امسكي بالاحلام اللي انت كنت مفكراها ان هي مستحيل تتحقق ومستحيل يعني ربنا يستجيب ليكي. مفيش حاجه مستحيل على ربنا سبحانه وتعالى. ادعي وانت موقنه بالاجابه ان ربنا ان شاء الله هيستجيب لك وهيجبرك وهيكبر بخاطرك ويخلف عليكي ان شاء الله باذن الله بكل مصاريف العمره. هتعيشي في نعيم وسعاده، واحلى قرار هتكوني خدتيه في حياتك فهو قرار ان انت طلعتي العمره. فنصيحه من اي حد، ادعوا وانتم موقنين بالاجابه.